خلاص اهدي اهدي، بطلي جري. دي اهم حاجه كنت بقولها لنفسي لما قررت ابص لنفسي اني لا استحق اني لما اعمل مجهود اخد قدامه مقابل، يبقى ما ينفعش اقبل باقل من كده. دي اكتر حاجه بتطمن. ربنا مش رايد ده دلوقتي، يمكن ده مش خير ليك، يمكن ربنا عايز يوجهك لحاجه تانية. مبقاش عندي احساس المقارنات، ليه ده وصل وانا ما وصلتش، ليه انا بحاول وعماله اجري 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 ورا حاجه ومش عايزه تيجي. وقت ما ربنا يريد هيحصل. النهارده هنتكلم عن رحله كانت مدتها 30 يوم مريت بيها، قدرت فيها ان احول طاقتي بالكامل من طاقه نقص واكتئاب وتفكير في مستقبل ما بينتهيش لطاقه جذب ووفره وايمان بقدره المولى عز وجل على تغيير حياتي كلها. وكمان في اخر الفيديو هقولك على تمارين عمليه لو قدرت تعملها هتساعدك انك تغير ذبذباتك الشخصيه وتفتح لك ابواب جديده تغير حياتك. فأرجوك تابع الفيديو للآخر عشان صدقني هتستفاد بكل كلمة فيه، وكل كلمة فيه بجد طالعة من القلب. الحلقة دي أنا قررت إن هي تكون فضفضة كده من غير سكريبت، من غير كلام مكتوب، وتكون من القلب للقلب نتكلم فيها مع بعض. لعل وعسى تكون الحلقة دي طريق أو سكة تتفتح لناس كتير بيعانوا من دوامة اكتئاب أو قلق أو تفكير زايد أو حتى أفكار سلبية مالية دماغهم، وبعد الحلقة دي يقدروا إن هم يلاقوا حتى ولو حاجة إيجابية صغيرة قد كده في حياتهم. كان في فترة في حياتي كده مريت بيها، كانت فترة صعبة جدا عليا، قلق وتفكير واكتئاب ودوامة كده ما بتخلصش. حتى لما كنت بدخل في حاجة كده بقلبي واحط فيها كل جهدي ما كانتش النتيجة دايما بتطلع زي ما انا عايزة. وبعدين بتخش بقى في سكة انه طب هو ليه، هو مثلا انا مش مكتوب لي النجاح في الحاجة دي، طب هو انا فاشلة، طب هي ليه الدنيا ما بتظبطش معايا، طب هو ربنا ما بيحبنيش. افكار كتير ممكن تخلي الواحد يخش في دوامه اكتئاب ما بيعرفش يخرج منها. وعشان انا عارفه ان مش انا لوحدي اللي في السكه دي، وان في ناس كتير كانوا وما زالوا بيعانوا من حاجه زي كده، قررت ان اعمل الحلقه دي. لما قررت بقى ابحث في السبب واعرف انا ليه وصلت للقصه دي، اكتشفت اننا بنوصل للمرحله دي لاننا بنبني حياتنا على افكار سلبيه، بنكون عايشين في دايره مغلقه من القلق والشك والخوف. في العلم ده اسمه البرمجه العقليه، وده بيحصل لان عقلك دايما بيفضل المسارات المعروفه، الطرق اللي انت مشيتها قبل كده حتى لو عارف ان هي في الاخر مش هتوصلك لحاجه، محاولاتك اللي كل مره بتبقى شبه بعض حتى لو كانت مش مفيده. كتير من الدراسات العلميه قالت ان العقل البشري بيخاف جدا من التغيير، ودماغنا بتفضل انها تفضل تفكر في الماضي وفي المستقبل وفي المشكلات اللي عندك اكتر ما تفكر في انك ازاي هتغير الوضع ده. انت ممكن تفتكر ان دي حاجه بسيطه، بس صدقني انت لو فضلت كل يوم تكرر نفس الافكار السلبيه عن نفسك وعن الحياه وعن كل حاجه حواليك، ده هيأثر بشكل كبير على طاقتك وعلى حياتك عموما. ودي بقى كانت بداية المشكلة عندي، وهي ان كنت دايما بفكر في الحاجات اللي مش عندي او الحاجات اللي انا مستنياها، وكل ما كنت بفكر بالطريقة دي كان الشعور بيزيد جوه قلبي، نقص وضياع. وهو ده بقى بالظبط السؤال اللي بدأ يدور في دماغي. في البداية كنت فاكرة ان اللي ناقصني هيوصل لي في يوم من الايام لما موت نفسي من الشغل، اني لو ضحيت اكتر واشتغلت اكتر وعملت مجهود خرافي لحد ما اقع من التعب هوصل للي انا عايزاه. لكن المفاجأة اللي حصلت اني لما بدأت اقرا وابحث اكتشفت ان ده مش حقيقي. قريت في كتاب The Power of Now مقولة مهمة جدا كانت بداية رحلتي مع التغيير. المقولة دي أكدت لي إنك لازم تعيش في الحاضر بتاع دلوقتي، وتبطل تحبس نفسك في الماضي أو في المستقبل والتفكير فيه. بمعنى تاني، أنت عمرك ما هتقدر تجذب الوفرة في حياتك إلا لو كانت موجودة وأنت حاسس بيها في اللحظة بتاعت دلوقتي. وده اللي بدأ يغير كل حاجة لما بدأت أركز في اللحظة بتاعت دلوقتي بدل ما أركز في الحاجات اللي مش موجودة عندي واللي لازم أموت نفسي من التعب عشان أوصل لها. زي ما قلت لك يا صديقي، مريت بفترة سيئة جدا نفسيا، كنت حاسة اني بلف في دايرة مفرغة، كنت كل ما افكر في الحاجات اللي مش عندي وعايزة اوصل لها اكتشف ان انا حياتي ما فيهاش حاجة اصلا احبها دلوقتي او تتعيش. هتلاقي نفسك بتلوم نفسك على كل حاجة بتحصل في حياتك. طب مش لو كنت عملت كذا كنت وصلت لكذا، طب لو كنت اتصرفت بالطريقة الفلانية ما كانش حصل كذا وكذا. واصلة من جلد الذات ما بتنتهيش. هنا بقى انا كنت محشورة وسط طاقة النقص، طاقة بتخليك تنسى كل النعم اللي حواليك وانت عايش فيها وتفكرك بس بكل الحاجات اللي ناقصاك ومش عندك ومش عارف تتعلم. في علم النفس بنسمي ده فخ طاقة النقص. في ناس كتير بتفضل عايشة الشعور ده طول حياتها وما تعرفش ان ده بيأثر على حياتها بشكل كبير. وعشان كده في بداية التغيير كنت لازم اول حاجة اعملها اني ابدأ اغير تفكيري، واني اتعامل مع كل موقف بنظرة مختلفة. انت بتمحي المايند سيت بتاعك وبتعمل واحد جديد خالص.
واللي خلاني اخد بالي ساعتها اني في الوقت ده كنت بقرا كتاب ذا سيكريت، وكان فيه مقولة مهمة جدا 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 اثرت فيا. وهنا بقى يا صديقي كانت اللحظة الحاسمة، الخطوة اللي كانت أول نقطة في تحول حياتي كلها، لما بدأت أدور وأقرأ وأفهم يعني إيه أصلا طاقة النقص، وإيه اللي خلى طاقة النقص دي موجودة في حياتي، وإزاي أعرف أحاول أحولها وأخلق مكانها طاقة وفرة تجذب لي كل الخير. ودي كانت بداية اكتشافي لطاقة الوفرة. الطاقة دي يا جماعة والله العظيم سحر. الطاقة دي بتخليك تفتكر ان كل حاجة في الحياة متوفرة ليك، اي حاجة تقدر توصل لها ومفيش حاجة بعيدة عنك. يعني لو كنت دايما مركز في الماضي والمستقبل والله العظيم عمرك ما هتقدر تشوف النعم اللي حواليك. وصدقني ده اللي حصل معايا لما بدأت اركز على اللحظة اللي احنا فيها، وبدأت احس واستشعر بكل النعم اللي حواليا وربنا مديهاني وما كنتش واخدة بالي منها، لاني حشرة نفسي في طاقة النقص واني محتاجة اعمل ده ومحتاجة احقق ده ومحتاجة اعمل حاجات كتير واجيب حاجات كتير مش عندي. لما بدأت انسى كل ده واركز ان انا عندي حاجات كتير مش عند ناس تانية وابدأ احمد ربنا عليها واستشعر بقيمتها، صدقني حياتي كلها بدأت تتغير. وهنا بقى يا صديقي قررت ابدأ رحلة التغيير. بيني وبينك انا ما كنتش عارفه الدنيا هتمشي ازاي، او ايه الطريق اللي انا همشي فيه، او ايه الخطوات اللي انا هعملها، طب هقرا ايه ممكن يساعدني. لكن قررت اني اتوكل على الله واغير المايند سيت بتاعتي، وحطيت تحدي لنفسي ان في خلال شهر حياتي كلها هتتغير. اول حاجه عملتها اني بدات احس واستشعر بالنعم اللي عندي. من كتر ما بلف في دايره الاحتياج ما كنتش واخده بالي منها. ساعات يا صديقي من كتر ما بنتمنى حاجات وبنحط اهداف ونفضل نجري وراها، ساعات بننسى النعم اللي عندنا، وبننسى النعم اللي ربنا مديها لنا، وبننسى نحس ونستشعر بيها ونشكر ربنا عليها. وانا لما فهمت ده قررت اني كل يوم هكتب 10 حاجات انا فعلا ممتنه ليهم في حياتي. لحد النهارده كل ما بحس بمشاعر سلبيه صدقني برجع ابص في النوت دي تاني. ده بيساعدني ارجع لنفسي واحس النعم اللي موجوده عندي بالفعل. ده كان التمرين الاول اللي عايزاكم تعملوه لما تقرروا تبداوا رحله التغيير بتاعتكم انتوا كمان. خلي بالك ده مش مجرد تمرين عادي، ده تمرين هيوجهك لتحقيق طاقه الوفره في حياتك. وخدها نصيحة مني، لما تكتب النعم اللي عندك مش بس انك تقولها وتكررها في دماغك، لما بتكتبها وتبدأ تبص في النوت دي وتقراها بتشغل كل حواسك انها تستشعر بالنعم دي وتبقى ممتنة ليها فعلا. فصدقني الموضوع بجد يستاهل وحاول تجربه. خلينا نتكلم عن رحلة 30 يوم تغيير واللي غيرت حياتي بالكامل، واللي ان شاء الله هتغير حياتك انت كمان. اولا لازم تبقى عارف ان التغيير مش بيجي في لحظة، مش قررت بين يوم وليلة ان انا هتغير يبقى خلاص ده هيحصل. بس لو التزمت بخطوات صغيرة هقولك عليها دلوقتي هتلاقي نفسك انك بعد شهر واحد كل حاجة اختلف. ودي كانت الخطة اللي مشيت عليها. اول حاجة ان من اليوم الاول لليوم ال20 كنت بفكر بس اني ابدل اي فكرة سلبية في دماغي بفكرة ايجابية. يعني اي حاجة كانت بتيجي في دماغي ان انا عايزة اعملها واحققها بس مش عارفة اوصل لها، كنت ببدل ده بالنعم اللي موجودة عندي. هديلك مثال، كان في مثلا وظيفة معينة هموت واشتغلها، هموت واشتغل الوظيفة دي، قعدت سنين كتير قوي نفسي فيها. كان نفسي اشتغل مذيعة يعني بالمناسبة، وما كانش الدنيا ما كانتش بتتوفق. كنت بنزل اعمل تيست كتير، كنت بنزل اكلم كل الناس اللي انا عارفاهم، كنت ممكن اروح اشتغل في اماكن مثلا بدون مقابل او بمقابل صغير قوي، علشان ان دي ممكن تبقى يعني سلمة توصلني لحاجة تانية انا عايزاها. فلما كنت بقعد افكر انا ليه مش بتجيلي، يعني ليه ممكن ناس تكون اقل مني في المهارات ويكونوا وصلوا للحاجة دي وانا لا، ما انا بحاول وبسعى، ليه مش بتيجي؟ بقالي سنين كتير قوي بحاول. اول حاجة كنت بعملها غلط ان اولا انا كنت ببص ان ليه في ناس بتاخد الحاجة دي وهي اقل مني، وده غلط. انا ما ينفعش اقارن نفسي في حد تاني، انا لازم اقارن نفسي باللي بيحصل في حياتي، انا لازم اقارن نفسي بقى انا كنت ايه من سنة وبقيت ايه دلوقتي، بغض النظر انا وصلت للحاجة دي ولا لا، انا ستيل بسعى. تاني حاجة ان انا كنت بقبل بحاجات بتقلل من طاقتي، اني كنت بقبل ان انا انزل اشتغل في مكان بدون مقابل علشان فاكرة ان المكان ده هيوصلني لحاجة، وده غلط. ده اكبر غلط كنت بعمله. انا كنت في الحالة دي بقول لنفسي انا ما استحقش اني اخد مقابل على المهارة اللي عندي او الحاجة اللي انا بعملها، واللي بالمناسبة كنت بعملها حلو جدا وكل الناس كانت بتشكر فيها، حتى الناس اللي كانوا مديريني ساعتها. وكان لما تتكلم معاهم اللي هو يا جماعة مثلا انا بقالي فترة شغالة معاكم بدون مقابل، ايه يعني امتى هيكون في مقابل؟ كان يبقى الرد انه والله احنا الحالة المادية دلوقتي مثلا للقناة لا تسمح، او الحالة المادية للوكالة اللي احنا شغالين فيها مش موفرة مثلا
بادجت معينه للناس اللي شغاله في الحاجه دي، فاحنا نكمل مع بعض، ممكن السنه الجايه يبقى في حاجه. فضلت ادوس على نفسي كتير، كان عقلي رافض انه لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حد بيشتغل بدون مقابل. فضلت ادوس على نفسي ان انا كملي، طيب شوفي، طيب يمكن بعدين، يمكن الشهر الجاي، يمكن الشهر اللي بعده، لحد ما وقفت مع نفسي كده وافكر طب انا ليه بعمل في نفسي كده؟ انا ليه بقبل بحاجه بتقلل مني؟ وهنا صدقني كانت بدايه التغيير، لما قررت ابص لنفسي اني لا استحق اني لما اعمل مجهود اخد قدامه مقابل، خصوصا اني شاطره قوي في الحاجه دي، يبقى ما ينفعش اقبل باقل من كده. فالتغيير اللي عملته في الوقت ده لما كان كل شويه يجي في بالي افكار سلبيه، انا ليه ما بوصلش، ليه ما بحققش، ليه في ناس حققت وانا لا، اول حاجه كنت بقولها لنفسي انا عملت كل اللي عليا، سعيت واجتهدت، بس ربنا مش رايد دلوقتي. دي اكتر حاجه بتطمن، ربنا مش رايد ده دلوقتي، يمكن ده مش خير ليك، يمكن ربنا عايز يوجهك لحاجه تانية. وندخل على التمرين التاني اللي هيفرق معاك جدا. التمرين ده مذكور في كتب علم النفس باسم الجدار السلبي. يعني انت هتتخيل ان في قدامك حيطه، الحيطه دي هتعلق عليها ورقه وهتبدا تكتب فيها كل الافكار السلبيه اللي بتيجي في دماغك، وجنب كل فكره هتكتب ازاي تقدر تغير الفكره دي. صدقني بعد ما تخلص وتبص للحيطه دي هتحس انه ازاي كل الافكار السلبيه دي كانت جوه عقلي وانا مستحملها. المفاجاه ان بعد 15 يوم من التمارين دي بدات احس فعلا تغيير في حياتي، بقيت حاسه ان انا اهدى، افضل، عارفه اتعامل مع كل المواقف اللي بتمر في حياتي، ما بقاش عندي احساس المقارنات، ليه ده وصل وانا ما وصلتش، ليه انا بحاول وعماله اجري 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 ورا حاجه ومش عايزه تيجي. بقيت اهدى واخد الموضوع ببساطه وبسلاسه، انه مش دلوقتي، ادينا بنحاول وبنحاول براحتنا وبنحاول على مهلنا، وقت ما ربنا يريد هيحصل. والمفاجاه بقى بالنسبه لي ان كان في مواقف كتير بتمر عليا زمان كانت بتضغط عليا بشكل سلبي، بقت تمر كانها ولا حصلت، لاني من جوايا عارفه ومتاكده انا عملت اللي عليا، خلاص اهدي اهدي، بطلي جري. دي اهم حاجه كنت بقولها لنفسي. لما وصلت بقى لاخر الشهر بدات احس بالتغيير فعلا، بقى عندي سلام داخلي، بقيت متزنه اكتر، بقيت حاسه بطاقه ايجابيه ما كانتش موجوده قبل كده، صحتي النفسيه اتحسنت بشكل كبير، وده كمان اثر على صحتي الجسديه، كان باين قوي على شكلي الارهاق والتعب، كل ده اختفى، كل ده بدأ يقل تدريجي. لكن المهم هو ان حياتي بقت اسهل، ما بقاش في ضغط بيحصل حواليا، ما بقاش في ضغط بالنسبه لي من نظرات الناس، ما بقاش في ضغط من اي حاجه بتتقال، انا عارفه انا ايه ووصلت لايه وعامله مجهود قد ايه. من الاخر كل حاجه في حياتي بدات تترتب وتتحط في مكانها الصح. خليني اكون صريحه معاك، الرحله دي مش هتكون سهله ابدا عليك، لان انت بتكسر مفاهيم بتبني فيها او عايش فيها بقالك سنين، فده بيبقى زي بيعمل شوك او صدمه كده لعقلك ولقلبك، انه ايه ده، هو كل الافكار اللي انا كنت عايش فيها الفتره اللي فاتت دي طلعت غلط. فالرحله مش سهله تماما، لكن لو قررت التغيير صدقني صدقني والله هتشوف نفسك في حته تانية خالص بعد 30 يوم. يلا يا بطل، قرر انك تتغير من النهارده وابدا الرحله معايا. خليني الخص لك اهم التمارين اللي هتحتاجهم في الرحله دي. التمرين الاول، ابدا يومك بطاقه ايجابيه وجمله ايجابيه بتقولها لنفسك، زي اليوم النهارده هيكون مليان فرص، انا ممتن ومكتفي ومبسوط لكل حاجه انا وصلت ليها، انا عارف ان كل حاجه هتجيلي في الوقت المناسب. الكلام ده مش مجرد كلام، ده هيرتبط في عقلك اللاواعي ويغير ذبذبات حياتك من طاقه نقص لطاقه وفره. تاني تمرين، تركز على النعم اللي عندك، كل يوم تحاول تكتب 10 حاجات و10 نعم موجودين في حياتك انت ممتن ليهم فعلا، حتى لو كانت النعم دي ابسط ما يقال وعند كل الناس، زي نعمه النظر، زي نعمه الاحساس، زي نعمه الشم اللي مش موجوده عند ناس. تالت تمرين، خد وقت كل يوم للهدوء الذهني، اقعد كده وما تعملش اي حاجه. لو كنت بتمر بلحظات عصبيه او حاسس نفسك مش متوازن فيها، خد نفس، عيد ترتيب اولوياتك وحاول تفكر في الموضوع وانت هادي. وقبل ما يخلص الفيديو يا صديقي عايزه اقولك جرب تاخد معايا النهارده اول خطوه، ابدا بتغيير طاقتك، مش بس في الكلام، لا، في افعالك، في احساسك بكل حاجه بتحصل حواليك، في نفسيتك. لما تبدا تركز على الوفره بدل النقص هتلاقي الدنيا كلها بتتغير حواليك. وصدقني انت مش لوحدك في ده، ولو بدأت رحلة التغيير النهاردة بعد شهر هنوصل مع بعض لأحسن نسخة من نفسنا. لو عجبتك الرحلة دي شارك الفيديو ده مع صحابك، اعمل لايك علشان أحس إنك مهتم بمواضيع زي كده وأعمل لك منها كتير، واعمل سبسكرايب عشان تتابع كل جديد. باي باي.